بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس من دروس شرح متن ابن عاشر رحمه الله، وسجل عنوان شروط الإمامة. شروط الإمامة الحقيقة لان قسمان، إلا شروط الصحة لان شروط الكمال. شروط الصحة وشروط الكمال. شروط الصحة لا تصح الصلاة إلا بها، وصحر الظالي سوى ما إلا لانت شروطاكي أد نهضر ثورة. أما كن لانت شروط الكمال. شروط الكمال أدفكر مثلا ثقي مثال كان هكا ذي العوايد ذي النغ ذي الجوامع النغ ذي زيك وري زميرة الإمام ذي قرب هذه الظالم إلا وري خذي مرا قميص نغ الرداء فرنوس نغ هكا نغري خدمر تشاشيث مثلا في كذاك شروط كمال ماشي شروط صحة. يزمر ذي الظال سو كوستيم هذه الظال عادي يصح مادام مستور. ولانت بعض الشروط كما قال العلماء المحققون هي شروط المذهب، لا نركز عليها كثيرا في حدود الوقت المتاح. هي شروط المذهب يعني عند غيرنا من المذاهب ليست شروطا، لذلك نركز على شروط الصحة مع الإشارة إلى شروط الكمال. في البداية نفكك خلفية نظرية عن شروط الصحة، وبعدين نبدأ في شرح المتن. ميجي ذاك مثلا ديال البيت 166 إلى غاية البيت يعني أنقالوا البيت 173. إن شرط الإمام ذكر مكلف أكي كذا، يعني هذه الدردقي شروط الصحة، أي لا تصح يعني إمامة الإمام إلا بتحقيق هذه الشروط. أخطر الإمامة مقام عالي سامق، لذلك الفقه الإسلامي يفكي يسزل ذم قرآن ذيني ذي الفقه لانت الشروط كده قد تدرسين. إذا كان المصنف رحمه الله ابن عاشر إن شرط الإمام ذكر مكلف آت الأركان وحكما يعرف، يعني آت للأركان هذا هو المراد، يعني يأتي بجميع الأركان، يعني أركان الصلاة، وحكما يعرف أحكام الصلاة. معليش الآن نبدأ نشرحها هكذا كخلفية معرفية ثم نعود إلى المتن. إذن شروط الإمامة، شروط الصحة، الشرط مزوار أن يكون مسلما، فلا تصح يعني إمامة الكافر ثقي إلى قدير الإمام ذي نسلم. طبعا شرط منطقي معقول نكون نهضر في الإمامة ذي الإسلام، الإمامة ذي الظليث ذي الإسلام، لذلك شرط أساس أن يكون مسلما هذا الإمام، لأن صلاة الكافر لا تصح. طبعا تحدث العلماء عن صلاة الفاسق، وكان الفاسق الجارحة، وكان الفاسق الاعتقاد، سنذكر هذا بعد حين إن شاء الله. والحمد لله، نسأل الله أن يجعلنا مسلمين. ربي القرآن الناد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. غاس لوقي شرط فقهي، ولكن نحمد ربنا نشكر من عاش دين سلما ونمث دين سلما وكذا يروج القرآن. لماذا؟ ذكرتكم أعتقد ونزيد نعود وفي الإعادة إفادة ذلك الرجل الصالح الذي كان يطوف حول الكعبة، قال: كنت أسمع لأدعية الداعين طوافين، قال: فما أبكاني أحد ولكن أبكاني دعاء أعرابي. إنك اللي خدمة الطواف في الكعبة الشريفة، إنك ولاش الدعاء يهزن أميون الدعاء التي ديونا في اللحم، يعني سنية سيدعو ربي أمشي سقار يا ربي في ضغط الإسلام ذي النعمة ثم قرانت بلا ما نسثريك، خاطر ماشي الشطارة النغا ثورة تصيم ذانك موثن الكفار وعاشنا ذي الجو. لذلك نسعى المسلمين يقعاشن دي الخارج أكينين توحش ونسلارا إلى ذان
يونيك الشمد ثمور الجزائر لا ذا مزورو مكسلا يتسرو إنك الشتاقض هذا السلغي لاذان سوى مسلغاس دوك بورطابل نكوني نولف الحمد لله وعادة النعم المألوفة سنسكا القيمة فهي مشكلة خطيرة النعم المألوفة نولفي ثنت مثل جلوسنا قيامنا حركتنا كلامنا نورمال خطر لا نتيثنا ملو كان يون وري زمير هذه يحرك هما يحرك هذه فرح لذلك نسأل الله العافية وهذا من باب التذكير ربي يدوى ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين خاطر ماذا مفكا ربي تغزي العمر وكاين نقول ميمو قالوا لنا الظلالة أو هرب ذو تظليث واستجنرا ما تشد غير رمضان تقيم دائما يدسن ويقيم يدس وهكذا الناس يا ربي في كذا غد الإسلام أعظم نعمة ولم ندعوك بلا ما نستثريك إلي سمشي حرم ضسيل جنث نكوني أقلغك السثور يا ربي لقد أعطيتنا الإسلام ولم ندعوك فكيف تحرمنا الجنة ونحن ندعوك وربي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إذن شرط الإسلام. الشرط الثاني الذكورة. كي نقول الذكورة مع تسقط المرأة مباشرة تسقط يعني كشرط يعني بزمان المرأة تؤم الرجال إلى الذكورة. الإمام ذي لي ذار جاز. الشرط والثلاثة البلوغ. ذا شو المعنى يسيلقى ذي لي بالغ وتسيلي الصبي فيسقط الصبي هنا يعني لا تصح صلاة الصبي يعني مزين سي مقرانا ولكن سبحان الله لا تصح في الفريضة ولكن إذا كان يعني نافلة تصح تقول صفد داون ذي رمضان مشطوح هذه الظل تراويح مش العشاء فهذه تصح. هناك من العلماء من قال تصح مع الكراهة هناك من قال تصح بلا كراهة فالمسألة خلافية ولكن في الفريضة إلى الإمام أذيلي بالغ صلاة الصبي لا تصح في الفريضة يعني لا تصح إمامة صبي بغيره يعني من الكبار من البالغين ولكن في الفريضة ولكن تصح في النافلة مع الكراهة. الشرط يصر مع العقل لازم العقل والعقل مناط التكليف فلا تصح صلاة يعني إمامة المجنون بالعاقلين لا تصح وإن كان العلماء قال لك الجنون المتقطع تصح حتى لا وين الجنون مطبق وين لا تصح ما إلى الجنون المتقطع وين إمامته تصح وبلا كراهة. إذن نقول الأصل دائما هذا الشرط الصحة لقد لا عقل. سورة جماعة الخير العقل لاقي نحمد ربه نشكر ذا نعمة كبرى يون دينا ما إلا يروح للسبيطار تيزي وزو هذه زرا شو تسوى الزمرث هذه يروح للسونتوريون لا الهلاكات يقولان دينا تستفضل ندير النظام ويغلس الزمور تواصل البلاطر هذه يروح الوادي عيسى هذه والي ذا شو وكل ما يتوالي موضان كل ما يحمد ربي ويشبه ربي نعمة العقل يا محمد رسول الله نعمة العقل ما ثواضيون يروح نسل العقل يصير قنحد العقل لذلك الشرع الحنيف أي غير يحرم الخمر أي غير يحرم يعني إذهاب العقل بتعمد يعمد يون ذي الجاهلية ولسال شراب قبل نزول آيات التحريم لنا سيغر الناس كيف أصبح حليم القوم ثم أمسي سفيههم يتحزف إنسان الصباح اللي يغسل قدري وسل عقلي ثمديث ما يسكرك أكرمكم الله هذو غالغ سفيه القوم وريفغار إيمانيس الستاتوياك وريفغار القدري صاد يروح وايضا الناس يروح صدار شراب أكرمكم الله إنسان كيرا سواغين يسون اللاغي ويسون العقلي خاطر من السوي غادي يفغى العقلي
إذن الشرط الرابع العقل، فلا تصح إمامة المجنون. زيد، لا تصح إمامة السكران. الشرط الخامس القدرة على الإتيان بالأركان مثل القيام. القيام في حق القادر عليه ركن، ويسقط الركن عند العجز. ما يليون يزمر يلاق هذه الظل سيفدي مولاش هذه الظل سيغمي ثقي سأذكرها بعد حين كي نرجع للمتن. وبعدين ألا يكون مأموما ما دون الركعة يجوز، ثقي سنعود إليها مزيد من التفصيل. وبعدين ألا يكون متعمدا الحدث، أن يكون عالما بما تصح به الصلاة. وبعدين إلا الشرط النظر كوين قالوا الحرية والإقامة، وكذلك الشرطان في الجمعة لا في غيرها، الحرية والإقامة. وقد ذكر ذلك كلها الإمام ابن عاشر رحمه الله في متنه. يبدأ كان البيت 166 الميذ البيت 173. شرط الإمام ذكر مكلف. إذن شروط الصحة نادي شروط الصحة شروط الكمال. الشرط الأول في الصحة صحة الإمامة إلى قذيل ذكر. مادام ذكر معناه لا تصح إمامة الأنثى للرجال، ولكن تصح إمامة الأنثى بالإناث أو بالنساء بمثيلاتها. مكلف كي نقول مكلف يولي ما نخدم الترتيب نخدم يعني الشروط شرط العقل وشرط البلوغ، شرط العقل، لكن داكي يد مكلف. وكلمة مكلف تختزل الشرطين معا. مادام يد مكلف صافي لقذيلي بالغ عاقل وزيد غير مجنون. لا الشرط الثالث لأن داكي ثلاثة. ثقي لغة المتون لغة مختزلة. كي تقول مكلف معناتها يبض سن البلوغ فيجري عليه القلم، لأنه قبل أن يبلغ الحلم لا يجري عليه القلم. وريت سازال فلاسو ستيلو هذه تماركي السياث سوى ما لا يبض سن البلوغ. الأمر الثاني لازم يكون عاقلا، يعني ما هو سكران ما هو مجنون. يسعى شرط العقل اللي هو شرط التكليف، والعقل مناط التكليف. ذاك يسمح فيه العقل كما موجود في العبادات موجود في المعاملات. لازم بمعنى وريزميرا يون الصبي مزي هذا يخدم عقود يبرم عقودا، هذا يخدم دي زونغاجمون، هذا يخدم دي كونطرا دي زنز هذه لا خاطر يبذر سن التكليف. لذلك الإنسان يمر بمراحل. المرحلة الأولى اسمس مرحلة انعدام الأهلية. انعدام الأهلية يعني متى تبدأ؟ تبدأ من الميلاد إلى البلوغ. لا بيريود هكياك اسمس انعدام الأهلية، عديم الأهلية، مثال الأهلية. ما هي الأهلية المقصودة هنا؟ هي أهلية الأداء ماشي أهلية الوجوب. خاطر أهلية الوجوب ما إلى الجاني ثابط قماس يمكن عنده أهلية الوجوب يستحق حقوقا مثلا، بدليل أن الوصية تصح للجنين. يوان هذه خدم تستامو وصية اللوفان يقلني ثابط قماس تصح صحيحة، ولكن بشرط أن يولد حيا. فإذا ولد ميتا يولد كان يموت يولد ميتا فلا يستحقها. ما يولد ولو كان يعيش 1 سكوند ثانية واحدة
ثانية واحدة يستحق هذه الوصية فتتحول إلى ميراث ويتحول هو إلى مورث. شيء عجيب ذي الدين، شيء عجيب. السنة عندنا في سلبية الفتوى سنوات مثلا وراني خمدي السولة موثن تقول لك سيدا موثن تقول لك سيدا من بعد وري ورث وايض ويسع ثمطوث ويسع ثمطوث ويسع الدري ويسع الدريا وإما ولا نشرك انتن بس ندي مس أمي ذاك طبعا مادام إلى بس دي مس سقسينا نواي ورث وايض ناس ورث وليش ورث وايض ونسوالي لكم مثل دم زوارو اصلا ولا ما يموت وكذا مزوارو بعد مده يموت وايض وري ورثه راه وايض خاطر يصعب الفاس يسعى الرويس كيفاش تختي كي معناه ممكن الانسان مباشره ينصرف شغل لوجيسيال يخدم وحدس انا وكي مدام زوارو مي لو كان ولا شبابات السن نعم الا كان زروق يموت مدام زوارو وين كان يموت مدام زوارو وادي ثبت الشاقي اما الشهود اكينين واقي نفاتي دي يموت واقي ابري 3 مينوت يموت نغ الطبيب الاكسبرتيز ذنسف ادي سفغن انوا يموت ندم زوال داكي خاطر الميراث هذه يبدل مولاش خاطي اي ردني ولا كل جماعه الخير باش دينيغ ان اهليه الوجوب يعني يستحقها الجنين تتوفر في الجنين في بطن أمه وبعد ميلاده وسيظل كذلك بها ما دامت أهلية الأداء قائمة فهو مؤهل ألم يموت. ولكن بعد ذلك أنا وضريت المرحلة مي بالسن البلوغ أنك شبيه المرحلة ماشي انعدام التمييز اسميس مرحلة نقصان التمييز يسميس الأهلية الناقصة هي أهلية بالمقارنة إلى أهلية الأداء ناقصة أي غير إلى غاية الرشد. المرحلة يجي ذاكي التصرفات ينس ثلاثة قلنا كاتيجوري 3 تصرفات 3 أنواع. النوع الأول يسميس التصرفات النافعة نفعا محضا في كذاكي كل الهدايا والهبات لي دوناسيون في كذاكي هذيك الشيء متوارث نورمال ثقيلي يعني نافذة. النوع ويسيل يسميس التصرفات الضارة ضررا محضا في كذا يعني في ضرا. الطفل المميز اللي عنده أهلية ناقصة في كذاكي لا تقوم لا تنفذ خاطر مضرة ضر انتس كالتنازلات مثلا والهبات التي يتصرف فيها لا تصح لا تكون نافذة. إلا نوع ثلاثة اسمس التصرفات المتأرجحة بين النفع والضرر كالإيجار مثلا عقد الإيجار عقود البيع في كذاكي يزمر هذه السنفة يزمر تضر في كذاكي قرن تصرفات موقوفة الأولى نافذة في المسنني باطلة في 3 اسمس موقوفة. ما معنى موقوفة؟ يعني موقوفة على إجازة الولي أو الوصي أو القيم المقدم. معناتها تجد حوايج كونفيرماسيون إما الولي ينس نغ التيتور يعني نغ الوصي نغ إلى آخره. في غادي وقل كان الفقه مشي يشم. أما كاين هذه المعاملات إلى هذه العبادات مدينة ذكر مكلف معنى لازم تكون في هذه الشروط. آتني الأركان وحكما يعرف معناه قادر على الإتيان بأركان الصلاة من قيام وركوع معنى قادر. سمحتي ندب اللي من أركان الصلاة القيام لها القيام للصلاة للقادر عليه على القيام وين زمرن إلى قد يظل سيف الدي والقيام ركن فرض. إما لوري يزميرارا لا يسقط بالعجز وري زميرارا غادي يظل في كرسي غادي يظل سيغيمي
غادي الزال سفلى ومطرحه كن يفا هذه الزال الى ذي الفقه باب اسميس صلاة المريض والعاجز ياكل المهم هذه الزال. ولكن المريض يزمر ذي فد وريزمير كان يعطل أسنيني إلى قدين تكبيرة الإحرام وقي ركن فرض والقيام لها فرض إلى قدين تكبيرة الإحرام سيف الدين خاطر بين قوسين لأنه قاذي هلكن أخيني بيسك هلكا الظل سيغيمي سي البداية سي فو خطأ إلى قدين مادام يزمر ذي فد أديني الله أكبر تكبرت الإحرام سيف الدين وريزمير لا هذه يقيم في كرسي خلاص يفرات من بعد هذه ركع إلى آخره الزرمة كوامش كون شو يزمر يأتي من هيئات الصلاة وأفعال الصلاة ما استطاع إلى ذلك سبيلا أين ميزمرك وتيخدم ولكن تجي ركز في الناس خاطر السني موضان أكيد الزرمة شوف له كرسي فزرت هذه ديريكت الله أكبر ذي بدو خاطي إلى قد الزال أذي قبل أديني الله أكبر تكبيرة الإحرام من بعد هذه قيم أبر يأكل باقي سورة الفاتحة الركوع هذه قيم كانك مادام نوري زميرة إلى نوري زميرة الركوع يزمر السجود يركع بما استطاع وبعدين ينزل إلى وظيفة زميرة السجود يركع يعني يأتي من الأركان ما استطاع لذلك سبيلا آت بالأركان المقصود هنا معناه الإمام لازم يكون قادر لابد أن يكون قادرا على الإتيان بالأركان منها القيام منها الركوع وطبعا ما عاد فيه تفاصيل بالنسبة للجالس إذا كان للضرورة يؤم كما يقولوا ما يساويه لأن تفاصيل فقهية ذي الأمر ولكن الإمام ناد مركز الإمام مقام الإمام ذا قرآن إلى قد يزال سيف دي ماشي سيغيمي ما إلا صاحب عذر يغلي يزدي العذر ذيك من السيغيمي عادي مع الكراهة. وحكما يعرف يعني أن يكون عارفا بأحكام الصلاة يعرف شيء من القرآن يعرف مثلا عنده فقه الصلاة يسمى مثلا فقه الاستخلاف ما ليس عذر من الأعذار باش هذيك الذي الظل الإنسان يخصص الوضوء خاطئ يستخلف من خلفه ولا الفرس لذلك دائما يوصونا المشايخ أنه قاعد يتظل ذفير الإمام الذين يعرفون هذه الأحكام باش ما كيديش في الإمام فقط يخصص يعني عنده عذر أذي فوق الشيني تستخلفه وهكذا يعني لابد أن يكون عارفا. وطبعا ذكرت العلماء بعض التفاصيل مثلا من فقه الإمام أنه حينما يكبر سريعا باش يسبق لأنه الإمام لابد أن يسبق المأمومين. أخذ في مثال الإمام يتظل يسنغ يا أخي لا نركع حتى يركع ولا قال نركع ما يركع نساء ولا قالت نزوير نكوني المأمومون ولا قالت نزوير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يناد إنما جعل الإمام ليؤتم به. إما إلى الإمام مثلا دخل الصيغتين طريقتين الله أكبر ما شاء الله إما يدير الله أكبر زوار مياك والله كذا نقارو ما تيكزوني سوني غداك صافي. من فقه الإمام أن يكون جازما حازما سريعا عند نطقه بتكبيرات سواء تكبيرات الإحرام يعني هذه ما يش إشكال ولكن تكبيرات نتاع الانتقال من هيئة إلى هيئة من وضع إلى وضع أي غير باش الإمام دائما لا تزوير حتى للسجود لازم يهوي ماشي باش يذكر ما يذكر ولكن يكون سريعا ما ولا من زي شويه غيوظن وكذا لا يكبر تكبير السجود ما يصوب شويه يثق يكون فقه الإمام ذا لا يطيل مثلا ذي الركوع لازم يبقى دائما في المعتاد ولكن من فقه الإمام أن يطيل في الركعة الأخيرة. بقيت سبحان الله من فقه الإمام أن يطيل في الركعة الأخيرة الركوع
يعني خاطرنا الإطالة في الركوع خلافا للمعتاد مكروه، أما القراءة فلا كراهة فيها. وبعدين ناخذ ما ثبت عندنا خاصة عند المالكية، الأحاديث التي رواها الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله في موطئه، يعني يغدي لنا صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، أندار مطولة، أندار طويلة، تجيب تفاصيل راهي موجودة في كتاب الموطأ، يعني في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الأحاديث القولية والأحاديث والسنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك للصحابة الكرام. إذن في غادي غايث مثلا ما إلا ذي ركعتين كاروث، ركعتين كاروث مثلا ديال المغرب، ركعتين كاروث يلها يطيل الركوع باش يفك الفرصة يوقع ديال الحقن، هذا الحقن مقارا ركعة. يا أخي نزرد درسني عدان ما يلحق ديون الركوع فقد أدرك الصلاة. هذا المقصود أدرك فضل الجماعة. شوف هذه من رحمة ربنا، هذه ليون صلاة العشاء مثلا 3 ركعات انت لحق لها، الركعات في 4 يشمد يفاد الشيخ ديال الركوع، الإمام ديال الركوع، هذه ركع يجلس يكبر تكبيرة الإحرام ويركع. هذا الركوع يعتبر ركعة، تدرك الركعة بركوع وسجدتيها. أثني الحقيت من كان الإمام يغاولنا وكان يغاول في سلاح قرا صافي ما يلحق يثنى ركعة، ولو كان دير الركوع يبوي فضل الجماعة، أجر الجماعة. أمكن حاجة وردت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يظل يوم العصر مثلا يظل ذي دقيقة كاروث ينادي الله أكبر يشمدات ظل العصر، هذا الوقت الضروري يظل يثنى الركعة، من بعد يدن المؤذن للمغرب صافي يوث يظل قبل المغرب 3 يظل ثنت بعد أذان المغرب، يعني بعد دخول وقت المغرب. ثاقي مش نحسب أسنيني واقي هل هذه صلاة هي أداء أم قضاء؟ هي أداء. الكلاس موينس أتكلاسيض باللي أداء ماشي قضاء. غاس 3 ركعات ذي المغرب فثنتت، ولكن هذا من فضل الله أنه الركعة أني الحقض ركوع أني يشفع. ولكن بين قوسين ماشي غنفهم الحادثة كي الإنسان يتساهل، لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقتها الضروري إلا لمسوغ شرعي. تتكلير كل شيء واضح؟ هذا نفهم باش سياسي جاتيش ما يسعى العذر، يسعى عذر من الأعذار 10 يقول ديال الفقه ذاي ما إلا وليش العذر لا يجوز تأخير. ولكن إذا أخرها إلى وقت الضروري بل إلى نهاية الوقت الضروري وأدرك ركوعا هذا من فضل الله كما قلنا بالنسبة لصلاة الجماعة. بعد شو دينا وغير ذي فسق ولحن واقتداء. شو المعنى يس؟ أريد سيليانا فاسق، والفسوق ذاكي إلا الفسوق العملي إلى الفسوق الإيماني العقدي، ما إلا فسوق الاعتقاد وأنا لا تصح، ما إلا الفسوق العملي تصح مع الكراهة، تصح مع الكراهة. ولحن واقتداء. ذا اللحن صنفان، هناك اللحن الخطأ يقع فيه أي إنسان، ولكن الإنسان يعني الحواقي سميس اللي يغلظن التصيد الصليت ويستند القرآن والسنارة سورتو ما كان لا مخارج الحروف ولا التا أكو الطا كيف فيك خاطر سيقي وعرن تا أكو الطا قرافنت تا أكو الطا الضاء أكو الظا الدينيض مثلا الظلام نغادي نض الضالين
يوسع عكواز نساء الإشاء يوسع صافي ثينو نساء عكواز تقرب غير الضالين ثينا كنو يساء عكواز الظا تملأ الفم الظلم الظلمات اللحن ذاك يشد العلماء فإذا الحن سهوا عادي فصلاته صحيحة، صلاة الإمام صحيحة، وصلاة المؤمن صحيحة، وصلاته هو كإمام بالمأمومين صحيحة، لأن اللحن كان سهوا وقد رفع الإثم عن الناس أو عن المخطئ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه رواية من روايات الحديث، هذه لا تبطل الصلاة، ولكن الذي يلحن كثيرا حتى اللحن الذي يفسد المعنى، وقد ضابط دخل من العلماء يعني الخطأ في القراءة، في قراءة القرآن خاصة سورة الفاتحة، وهناك من عممها في الفاتحة وفي غيرها، يعني ما تيسر من القرآن، لأنه مطلوب في ركعة الأولى نقرأ الفاتحة ونقرأ ما تيسر. هناك من تساهل قال لك إذا قرأ الفاتحة سورة الفاتحة قراءة جيدة بلا لحن فالصلاة صحيحة. هذا ما إلا لحن السهو كما درنا فلا حرج. واقتداء، ده شو المعنى واقتداء؟ بمعنى إذا كان مثلا نفك مثال إيوان الحق الإمام يعني أحكام المسبوق تاقي ما يكفيناش الوقت باش نكمل ساقي أحكام، خاطر فيه تفاصيل ممكن ندير تفاصيل دقيقة جدا تنجد درس وايض إن شاء الله، ولكن فرضا أن نأخذ بهذا الحكم أنها تصح مع الكراهة. وبعدين شو دينا المصنف في جمعة حر مقيم عددا، ثقي الشرطة سعيد نشرحها كني صلاة الجمعة ذاقي 9 شرطين إضافيين اللي هو أن يكون حرا لا عبدا، وأن يكون مقيما، وثقي نشرحها درسني عدان شرط الإقامة، وتسيد الإمام ماشي مقيم ذا مسافر، لا المسافر سقطت عنه صلاة الجمعة وإن أداها صحت، تروح ذا مسافر ماشي شرط زال الجمعة زال طهور وتولى صدار هذه الجمعة، ولكن ما زل صلاة الجمعة فهي صحيحة. ولكن ما يليون يساد مسافر اليوم نبغى نقدم هذه صلاة الجمعة يجوز ما يسعى النية، نية الإقامة مقدار 20 صلاة أو أكثر، يعني مقدار 4 أيام تسجل 20 نزلها. وبعدين ويكره السلس والقروح مع، تجي فين يعني السلس ذا غير شويه البيان، تجي ثوريك شمغد ذي الكراهه، إما إلا الإمام يسعى السلس يتفاس الريح نغل بول أكرمكم الله أمان تسع وقادوا في الطفارة أمان تسع نغط فنارك يعني يعبض نسني يشوفك يشوف غد الريح وكذا، ثقي قرنس السلس ميليون يعني يسترسلوا في هذين يعتبر في هذا هو السلس. طبعا بين قوسين لو قاذيها لكن كالسلس لكن ما نصليش كاع الجامع وكتشم غير الجامعة، على بالكم لا نغشي الجمعة تظل لنا لا يستحى يقرا سيغ السلس زرا كان الكخام وخلاص، لا ذا ربي يديف كان لهلك تهلك من بعد ندير المشكل. إذا كان الإمام يجوز يصفي الإمام إلا حنا الإمام يظل 20 سنة بعد مازال يبوي لا روتريت يهلك أسينك الشيني فاصل الإمامة هذه قيمة الإمام مع الكراهة. ولكن للعلماء حتى من العلماء المكيين حتى الكراهة ما كانش، إنما يحتاط قال ميك يوضل وقت الأذان يكشم وقت الصلاة يروح يتوضأ وينظف روحه كذا ويصلي بالناس والسلام عليكم وعليكم السلام، صحت لنفسه وتصح لغيره. طبعا العلماء ذاك ياخذ من الكراهة معناتها باش تفقن كان مقام الإمامة
مقام الإمامة إلى قد كأم تيمم مثلا، أما ذا بك الإمام يظل نسنا غادي اللي توضأ ماشي ستيمم، إما يجوز تيمم يجوز، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن التيمم طريقة أيضا للصلاة مشروعة، لأنها طهارة البدل، ولكن طهارة الأصل ذمان، الطهارة المائية هي الأصل، والطهارة الترابية الصعيدية فتيمموا صعيدا طيبا هذه طهارة البدل، هو شرط كمال ماذا بك الإمام ذي يغلظ سوى مال، ولكن ما يجوز تيمم يجوز. هذا يسأل الإمام يساع عذر شرعي ما يقدرش يخلي الصلاة ولا يصلي بالناس عادي، وليس ملزما أن يخبرهم. ويكره السلس. السلس ننادوكي مرض ما وين يسعن السلس ولي تفارا ما ننتسا نغي تفاز دواظو سلقوة وكي يتوضا لكل صلاة مي ديك شمل وقت نتظليث هذه يغلظو وديك شمل جماع وهذه الظل أين يبغو يفغد، ولا قرذيه الكيماني سيثمثا يتقلق نغاسين مسيا غير لاجر نوسع الحسنات نخاطي يسعى لاجر من تسعى من الصحان كيف إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب أكا نقول يسعى القروح تفند صور يسعى الجراحة كتفند سيسي ذمن أثي شود كان، ولكن داكي مثل الإمام مكروه كراهة يعني صحيحة وكي شرط كمال نغد، ولكن ماذا الوظيفة أصلا ثم ما إلا ماشي ذي الجامع نقولش الإمام ديني روح تزلط كهلك زل غيره سمحتي ساغ العذر والسلام هذه الظل وين يا خيري يعني يا خيري ويصحان ونسعى السلس ماذا يقول يسعى السلس ما يلولاش نغلا نتكسن الأحكام يسعى الفقه نتظلي ذنتري ظلس الغاشي والصلاة صحيحة. من بعد يهضر في الأشل يهضر دا ومن يكره دع سمحتي ثقي ذا من صلى بالناس إماما وهم له كارهون، ثقي مسألة مهمة بزاف سقسي فلاس مدنا طاس سيتادير في كل هذه الإمام الشيخ الجامعة الخير ربح وكذا بالك هذا مجموعة من الناس كاسين أول كل يكره الشيخ يقول زلار فيرس خاطر ماشي كاين ولا ما إلا مخلف في أمر الدنيوي ذي التجارة كذا ويستشان نرى شعبان في رمضان حذاري يا جماعة الخير فكذا الإمام نصلي خلف الإمام وتربح، ما إلا كان لي أمر ديني وكذا ذا جدنا الفقهاء يعني ماذا بك مادام هم له كارهون والكراهة يقول قد سيدي على أساس صحيح على أساس متين بلا ماشي مع التفاصيل باش نكشمل ذكرنا تمثال. من بعد يهضر دميم ذاك الرداء ذي البيت 169 في الرداء وكذا شرط كمال الإمام سمحتي يونس ولا الإمام الغشي الظلم ديال الجامعة تادي زاس الكوستيم يصري ماليس يجوز، لكن ماذا بك شرط كمال هذه الظال سطور سوقندور سيدي ثشاشي ثالخير الربح ما شاء الله هكذا في كذاكي شروط الكمال. يظهر داغ في البيت 170 بين الأساطين وقدام الإمام هذه مسألة مهمة. الأساطين يعني في كذاكي الأعمدة هكا سواري ثم ما إلا المسجد يتشور يضيق السي الغاشي عادي شازل السين سادين الفرق يكون تينا يجوز بدون كراهة، ولكن ما إلا نوسع مثل مثلا الصلوات النظام ولا تصل المصلين يوسع الجامع أما ذبي كنت نتسجري في الماس الأساطيني هكذا. هذا ذكر في البيت 170 بين الأساطين وقدام الإمام معناه ولا قال المأموم يتقدم إمامه ولا قال ذي الزوير الإمام إلق أذيلي ذفير من الإمام إما إلا الضرورة أيضا يجوز ما لم يكن جائزا
في الظروف العادية جاز للضرورة. إلا وندا سورتو ثيرين دان تزرام أتفض قوى الغشي الإمامة ذاك إذا مكانيس بالك المؤمنين زوار انت ذاك يجوز هكا باش نكس الحرج يا جماعة الخير خاطر نسعى في مسالكي خاصة إما ذي المدن الكبرى عندنا نغ تكتظ المساجد نغ ذي القرى عند يضيق الحال. اتفقنا؟ وبعدين إن جماعة بعد صلاة ذي التزام هذا نبضد يعني حكم صلاة الجماعة في صلاة الثانية يعني في مسجد إقسعان إمام راتب. ثقي ثبتت هذه المسألة في الفقه المالكي باللي الجامع يسعن الإمام الراتب إمام دايم مساندو يضو دحيق نار تظليث وتظل نار جماعة كل ينادي الظل وحدث وثقي تسعى الفايدة باش تسدو كل يرمزولا وثل الديارة ثبورث الشقاق نان الخلاف نان الشكوك وتقوي الجماعة وذا الناس يحرصون على إدراك صلاة الجماعة باش ينالون فضلها. أولي وردة ما وقما الحمد لله ما استغفر الله جاهم ثلويث لهنا إن شاء الله رمضان غادي يفضي الخير وعلى خير إن شاء الله. دروس حبسا ألا من بعد رمضان إن شاء الله ذينا سوف يأتي البيان في حلقة علمية تتوقف في شهر رمضان المعظم. بعد رمضان إن شاء الله نستأنف ما ذي رمضان زرم دروس الوعظ والإرشاد سيقلان وذي قبل ربي فلون فلنا آمين الحمد لله رب العالمين.